لا تريد أن تسمع أسئلتي وتسمع مداخلاتي فأنت لا. أنا أنهي هذا الحوار. هذا الحوار انتهى. مع السلامة. لا أنت مع السلامة. لا مع السلامة. شكرا لك. لا أقبل منك هذا الكلام. تقبل أو لا تقبل أنت حر. البي بي سي لا يجب أن توظف مثلك. أنت لست جديرة بهذا المكان. اليوم المغرب يدعي أنه يريد الحل وأن لديه مقترح، ولكن هذا المقترح هو مقترح أحادي الجانب وخارج عن إطار الشرعية، وهو مجرد محاولة لإعادة تدوير الخردة الاستعمارية التي عرضت على كل الشعوب التي سبقتنا للكفاح من أجل الحرية. إن ما يسميه المغرب الحكم الذاتي بين مزدوجتين ليس إلا إعادة تعليب لخطة قسنطينة التي عرضها الاستعمار الفرنسي على الثورة الجزائرية، ليس إلا إعادة تعليب لمخطط سهارتو الذي رفضه شعب تيمور الشرقية، أو لمخططات البنتوستان التي رفضها شعب جنوب إفريقيا. إن المغرب تنقصه الإرادة السياسية الصادقة في البحث الجدي عن الحل الحقيقي. إن سلوك الحكومة المغربية يتناقض مع أقوالها بشكل صارخ، فمن جهة يدعي البحث عن الحل، ومن جهة يقوم المغرب بتصعيد الحرب ومضاعفة القمع والرفع من وتيرة نهب الثروات والاستثمار في شيطنة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو. إن سلوك الحكومة المغربية يعري ويكشف نواياها الحقيقية واختيارها لاستراتيجية الجمود والبحث عن الوقت لتشريع احتلال عسكري لا شرعي تدينه كل الأعراف والقوانين وترفضه كل المحاكم الدولية والإقليمية. إذا كان المغرب فعلا تحدوه نية الحل فليطلق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، فليتوقف عن نهب وسرقة الثروات الطبيعية، فليتوقف عن توريط الدول والقوى والشركات الأجنبية ومحاولة الاستقواء بها، فليتوقف المغرب عن حرب المخدرات التي يشنها على كل شعوب ودول المنطقة. ستيفان دي مستورة يقدم تقريره إلى مجلس الأمن في أكتوبر القادم، والذي هو موعد تجديد مأمورية بعثة المينورسو، والتي هي بعثة الأمم المتحدة لاستفتاء في الصحراء الغربية المتواجدة منذ 1991 على تراب الصحراء الغربية. المشكل الذي أمام دي مستورة هو نفس المشكل الذي واجهه سلفه سلفه كوهلر، وهو نفس المشكل الذي واجهه كل أسلافه. المغرب يدعي سيادة لا يعترف له بها أحد، إلا أنه قال أنه لا يثق في كل هذه الوجوه التي تتسلق اليوم. إذا سبق أنت ناطقا باسمه، بهذه الحالة أنت ناطقا باسمه، بهذه الحالة أنت الذي تنطق باسم الشعب، أنت الذي تعرف ماذا يريد الشعب. هذا الموقف أنت تأتي وكأنك من كوكب آخر، أنت لا تعيش مع الجزائريين، أنت تعيش سيد محمد العربي. سيد محمد العربي أرجوك سيد عراج، سيد محمد العربي بس نقطة نظام وليس على العاطفة. سيد عراج لم يقاطعك سيد العربي. لا قطعني. لا قطع سفيان جيلاني، قطع سفيان جيلاني وأنا وقفته. لا يستحق المقاطعة أرجوك. إذا كان هو لا ينطق لم يقل إنه ينطق باسم الشعب الجزائري. لا هو يتكلم. أسألك هل حضرتك فوضك أيضا؟ هل حضرتك فوضك الشعب الجزائري؟ لا لم يفوض أحدا. كلنا أحرار فيما نقول. لا أحد. كل واحد هنا يقول رأيه. طبعا ولا أحد يملي علينا ما نقول أو لا نقول. لا أحد يملي علينا، كل واحد يقول رأيه، كل واحد رأيه محترم في هذا البرنامج. تفضل دكتور عراج. حبيت نقول أنني أكاديمي ونتكلم بالمنطق ونتكلم من الواقع الذي أعيشه وأحتك به وأراه، ليس من خلال الشعارات أو الإيديولوجيات التي توجه بعض الأطراف للتحدث والتسويق لأفكار مغلوطة. أنا لا أتكلم بخطاب العاطفة ولا أتكلم بالشعارات ولا أتكلم بالشعارات التي يتبناها. تتكلم بالأموال التي تملى بها جيوبكم. وراء هذه الشعارات
أنت عليك أن تعيد أن تدخل سنة أولى علوم سياسية. أمثالك الدكاترة هم هؤلاء يا دكتور يمررون هذا يا سيد محمد العربي. لا يا سيد محمد العربي، لا يعني يا سيد محمد العربي أرجوك، لا هذا المكان منه هذا لا تقبل وأنت حر، ولكن لا توجه له اتهاما بقبض رشوة أو باستلام أموال في هذا البرنامج. إما أن تعطي هذا الدليل أو أن تسمع رأيه باحترام. هذا مكان للحوار السياسي. لا تتحدى أحدا أرجوك أستاذ. هذا مكان للحوار السياسي لا لتوجيه الاتهامات. لا أريد أن أسمع بقية الفكرة. لست مهتمة بهذا المكان. طبعا يخصني. هذا برنامج سياسي. أنت لا تملي علينا هنا. أنا هنا أدير الحوار. أنا هنا الحوار ولا ترفع صوتك. أنت ليست. لا ترفع صوتك. أنت ترفعين صوتك. لا ترفع صوتك. أنت ليس من حقك أن تتدخلي. من حقي أن أتدخل. نحن ندير. لا. أنت تديرين الحوار لكن لا تأخذي جنب معين. يبدو أنك تأخذين جنب النظام الجزائري. أنا لا أخذ جنب النظام الجزائري، وعليك أن تستمع للحوار منذ بدايته وأن تفهم ما أقول سيد محمد العربي. عندما تسمعين هذا الحوار انتهى. إذا كنت لا تريد أن تسمع أسئلتي وتسمع مداخلاتي فأنت لا. أنا أنهي هذا الحوار. هذا الحوار انتهى. مع السلامة. لا أنت مع السلامة. مع السلامة. شكرا لك. لا أقبل منك هذا الكلام. تقبل أو لا تقبل أنت حر. البي بي سي لا يجب أن توظف مثلك. أنت لست جديرة بهذا المكان. أنت قبيحة. الإناء ينضح بما فيه للأسف. محمد العربي زيتوت كان هذا في البرنامج. عذرا مشاهدينا على يعني هذه السخافة. أشكركم لمتابعة هذا الحوار. أشكر أيضا دكتور سليمان عراج الأستاذ في العلوم الجزائرية في العلوم السياسية من الجزائر، وأيضا من الجزائر سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد. العالم هذا المساء متواصل.